ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده نفسي راحت لصينية بطاطس بالفراخ. انا بعمل صينية بطاطس بالفراخ خطيرة دايبة، والفراخ نفسها بتبقى واخدة تتبيلة كده حلوة، بتدينا طعم ايام زمان كده، ما بتاخدش مننا اي وقت ولا اي مجهود. بنحطها في الفرن ونسيبها. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نبتدي. صينية هدهنها سمنة، هحط بطاطس، بصلتين كبار وفلفل حامي او رومي اختياري، بهاراتنا فلفل اسود، مكعب مرقة دجاج، شوية من جوز الطيب، شوية من سبع بهارات. التتبيلة دي طماطمايه على بصلايه على فلفل اسود على ملح، وهحطهم جوه الفرخة. يعني هدخل التتبيلة دي جوه الفراخ تبقى متشبعة كده. هحط كوباية مية وهحط معلقة سمنة على الوش. في اسهل من كده؟ هحطها على البوتاجاز من فوق، اول ما هتغلي هدخلها الفرن تتشمع. مفيش نص ساعة طالعة حكاية. التتبيلة اللي داخلة جوه الفراخ مخلية طعم الفراخ في حتة تانية، حاسين بطعم البطاطس لوحدها وطعم الفراخ لوحده. كنتش قادرة استنى لما الأكل يبرد. تحفة تحفة تحفة. غدا سريع النهاردة ومش مكلف، وألف هنا وشفا، وباي باي.